السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. بهذا الفيديو إن شاء الله بدنا نذكر آخر الأخبار الاتحادية. في هنالك بإذن الله لاعبين لم يلعبوا مع نادي الاتحاد في كل الوديات اللي لعبها بهاي المعسكر راح يلعبون بإذن الله في الودية المقبلة أمام انتر ميلاني اللي أيضا بإذن الله سنذكر تفاصيلها. في هنالك أيضا لاعب ارتبط اسمه حاليا بنادي الاتحاد، هو لاعب مواليد تحديدا جنسيته ألبانية ويلعب في الدوري الروسي من مواليد 2003. إضافة إلى أنه في هنالك عدة أخبار اتحادية بإذن الله سنتكلم عنها وكل ما يجري حاليا حول نادي الاتحاد وما يخصه. ولكن قبل ما نبلش بأي فيديو ما ننسى الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسى تحط لايك لهذا الفيديو وتشترك بالقناة مشان دائما يوصلك كل ما هو اتحادي أول بأول. وما تنسى تقاطع منتجات أعداء أهلنا اللي هم أعدائنا وتدعي لإخوتنا وأهلنا هنالك بالنصر والرحمة والصبر له. بلش بالخبر الأول. اللاعب الألباني ماريو ميتاج لاعب نادي لوكوموتيف موسكو الروسي الناشط في الدوري الروسي الممتاز، لاعب ظهير يسار من مواليد 2003. تكلمت صحيفة أورا نيوز الألبانية المشهورة جدا هنالك في العالم الرياضي والمشهد الرياضي هنالك في ألبانيا بأن نادي الاتحاد وعدة أندية أوروبية تتنافس من أجل الحصول على خدمات هذا اللاعب الألباني اللي لعب اليورو الأخير بشكل أساسي مع منتخب ألبانيا بمركزه الظهير اليسار، وهو لاعب أساسي مع منتخبهم المنتخب الألباني. شفت له عدة فيديوهات، بصراحة لاعب جيد ولاعب يعني لديه الإمكانيات. ولكن السؤال يأتي هنا، ليش حاليا بدنا نجيب لاعب ظهير يسار من مواليد 2003 وفي عندنا معاذ فقيه إضافة إلى حسن كادش في ذات المركز؟ يا أما صرف حسن كادش وجيب بداله هذا اللاعب اللي من مواليد 2003، يا أما أبقي حسن كادش في هذا المركز وخلي نادي الاتحاد يروح على الهاوية بكل صراحة، لأنه حسن كادش كلنا نعرف أداؤه. أما أنك تبقي معاذ فقيه وحسن كادش وتجيب أيضا لاعب أجنبي في ذات المركز، فأنت هيك كأنك خانة من بين اللاعبين المحليين كبيتها وخليت نادي الاتحاد ما يستفيد منها. سلامات، 3 لاعبين في مركز واحد. او يا اخي لا تجيب لاعب مواليد في مركز الظهير اليسار ولا تدخل حسن كادش بشكل اساسي ودخل معاذ فقيه اللي اكيد هو افضل من حسن كادش، واستفيد من هذول اللاعبين اللي هم لاعبين مواليد 2003 بمراكز فعلا يحتاجها نادي الاتحاد كمركز صناعة اللعب. وفي هنالك لاعب ارتبط اسمه بنادي الاتحاد في هذا المركز اللي هو صانع نادي لاس بالماس، تكلمنا عنه فيديوهات ماضية إذا تتذكرونه، اسمه ألبرتو موليرو صانع نادي لاس بالماس. وعلى فكرة ارتبط اسم هذا اللاعب بنادي الاتحاد. ما شاء الله لاعب ممتاز هذا. إذا لا سمح الله عوار ما لبى الطموح في المباريات الرسمية دغري يكون عندك بديل لاعب مواليد 2003. اللاعب الثاني استفيد منه في مركز قلب الدفاع، نقطة ضعف نادي الاتحاد بكل صراحة حاليا. نجيب لاعب قلب دفاع بحيث انه ايضا لويس فيليبي ما ادى الطموح وما قدم الشيء اللي يطمحون له الجماهير الاتحادية، وبصراحة هذا المتوقع. فأنت يكون في عندك لاعب مواليد آخر تقدر تنزله يعوض مكان لويس فيليبي. فهذه يعني أنا أشوف هاي الاتجاهات هي الصح. أما أنك تجيب لاعب ظهير يسار وتترك مشاكل عندك بالفريق ولاعبين يعني بصراحة بنسبة كبيرة أو في هنالك نسبة جيدة أنهم ما يتألقون وتظل فيهم الموسم كامل ومتحملهم، فهذا بصراحة أشوفه عبث في اختيار الصفقات بحسب رأيي. أنا أتكلم رأي شخصي، اكتب لي رأيك أنت تحت بالتعليقات. وفيما يخص لويس فيليبي، فمع الأسف بحسب صحيفة الرياضية قبل ساعات طلعت وتكلمت بحسب مصدر مقرب، هكذا تكلمنا وبحسب مصدر مقرب في نادي الاتحاد قالوا بأنهم سيحافظون على لويس فيليبي ولن يتم التخلي عنه، وسيكون لويس فيليبي مع نادي الاتحاد الموسم المقبل ولن يتم التخلي عنه حرفيا. هكذا تكلموا إلى ريال بيتيس على أساس أنه لويس فيليبي ظاهرة. ما أعرف ليش هذا التمسك بلويس فيليبي. بكل صراحة لويس فيليبي شفناه على أقل تقدير في المباراة الأخيرة أمام ناديه السابق ريال بيتيس، كيف اعطاهم. شفتم الهدف الاول كيف تسجل علينا؟ لويس فيليبي مرر لهم اياه وكانه مرروا لحسن كادش، كانه اعطاها للاعب اتحادي، اعطاها للاعب يلعب بنادي ريال بيتيس اجى سجلها علينا. شوف ايضا مشان نتكلم عقل ومنطق ومشان ايضا ما نظل نندب ونتحسر وما اعرف ايش. بكل صراحة راح يكون في هنالك تطور بمركز الحراسة، راح يكون في هنالك تطور بمركز الوسط بعد صفقة عوار وبعد تواجد أكيد إن شاء الله الكانتي الوحش
إضافة إلى فابينيو. راح يكون في هنالك بإذن الله تطور في مركز الهجوم بعد تواجد موسى ديابي على أقل تقدير وكريم بنزيما. مثل ما قلنا لكم يعني راح يكون كريم بنزيما جديد عن الموسم الماضي، لأنه حاليا كريم بنزيما يعني كيف بدي أقول لكم لبي الطموحة، فراح يكون له قابلية ونفسية باللعب. لكن المركز الوحيد اللي حاليا يحتاج صفقات بنادي الاتحاد اللي هو الدفاع، أهم شيء إضافة إلى الجناح اليسار. لكن الدفاع يجب أن يكون أولوية في نادي الاتحاد، وكلنا شفنا شلون قام نعاني بكل المباريات الودية في مركز الدفاع. لا يوجد هنالك مدافعين يلبون الطموح، وإن لم يتواجد دفاع وتحل هذه المشكلة أرجع وأقول سلم على كل صفقاتك في مركز الحراسة والوسط والهجوم، لأنه غياب الدفاع هذا يعني أي هجمة هدف على نادي الاتحاد. وهذا يعني أن كل العمل والجهد والصفقات مهما كانت، ولو نجيب أقوى اللاعبين، لو نجيب ميسي وكريستيانو، إذا دفاعك هذا الموجود حاليا فأنت بكل صراحة ما راح تحقق نتائج إيجابية. هيك العقل والمنطق يتكلم. فإحنا نحتاج إلى دفاع، نحن نحتاج إلى قلوب دفاع أقوياء متمكنين، نحن نحتاج إلى صفقات دفاع محلية وأجنبية تمكن هذا الخط، لأنه هذا المركز هو نقطة ضعف نادي الاتحاد، إضافة إلى مركز الجناح اليسار مكان جوتا. أيضا جوتا بصراحة غير موجود بكل المباريات. ننتقل للخبر اللي بعده. ولله الحمد كانتي يصل إلى بعثة ومعسكر النمور ولله الحمد، ويتدرب في التدريبات الجماعية. إضافة إلى أن رايكوفيتش أيضا ولله الحمد تدرب في التدريبات الجماعية الأخيرة مع النمور، وكما وصف الإعلامي ماجد هود بحسب مصادر له بأنه دخل التدريبات بكل قوة وجاهزية، وأثبت نفسه في أول تدريب له مع نادي الاتحاد بكل قوة ما شاء الله. ويعني كيف تقول لكم دهش الجميع بأداء ومستوى ولله الحمد. رايكوفيتش سيوقع مع نادي الاتحاد لمدة 4 مواسم، وعقده فقط مع نادي الاتحاد كلف 8 مليون. فهذا ما نتكلم عنه في ميزانية نادي الاتحاد. بصراحة الاتحاد للآن لم يأخذ حقه ولم يأخذ حتى ربع حقه. أما الخبر اللي بعده، فبعد مغادرة فرح الشمراني وطلال حاج حاليا تمت مغادرة وعودة الثلاثي طلال هوساوي إضافة إلى ياسين عسيري وعلي الفهمي، وعادوا إلى جدة. ولم يتبقى من الفئات السنية في معسكر نادي الاتحاد سوى اللاعب محمد فلاتي اللي مواليده 2007. ننتقل للخبر اللي بعده. غادر نادينا الاتحادي ولله الحمد إلى إيطاليا، ووصلوا بسلام من أجل إقامة مباراة الاتحاد أمام انتر ميلان الودية، اللي إن شاء الله ستكون الأنظار إلها من كل العالم. ستقام إن شاء الله هذه الودية يوم الأربعاء المقبل، يعني بإذن الله بعد بكرة، عند الساعة 9:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية. بحسب الأخبار يقال أنه أكيد أنجولو كانتي سيكون متواجد في هذه المباراة بإذن الله، إضافة إلى أن رايكوفيتش سيدخل بشكل أساسي في هذه المباراة بحسب الأخبار حاليا اللي طالعة. وأهم هاي المصادر هي صحيفة الجزيرة السعودية اللي تكلمت وقالت بأن رايكوفيتش سيدخل بشكل أساسي في مباراة الاتحاد أمام انتر ميلان. فتفاصيل هاي المباراة اللي راح تقام بإذن الله تعالى الأربعاء الساعة 9:30 في توقيت المملكة العربية السعودية، منقولة على STC TV. بس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.